بيبدأ الفيلم مع جيري فيلتشر اللي بيقوم بدوره النجم ميل جيبسون. كان شغال سواق تاكسي وتحسه تايه وعنده هوس كبير بنظرية المؤامرة، وبيعتقد ان الحكومة والمخابرات بتراقبه وبتراقب الناس كلها، وهي المسؤولة عن نشر الامراض وبتعمل تجارب على البشر. وبيحكي كل ده للناس اللي بتركب معاه لدرجة انهم بيحسوا انه شخص مجنون، لدرجة انه ما كانش بيرضى يركب اي حد لابس بالطو لانه بيبقى شاكك انه من المخابرات، وبيصوره ويسيبه ويمشي. وهو بيوصل واحد من الزباين وقف في اشارة لاصلاح الطرق وكان بيكلمه عن الحب، وبنعرف ان جيري بيحب واحدة لدرجة الجنون، وكان مسمي الحب اسم جيرانيمو. الضوء بتاع الاشارة رجع له ذكريات مرت عليه زي البرق، وبيشوف قدامه صور مش قادر يفتكرها كويس. بيفوق على صراخ الزبون لانه كان هيخبط في اتوبيس، لكن لحق نفسه على اخر لحظة. كل يوم كان بيروح يقف قدام بيت حبيبته علشان يشوفها قبل ما يروح. كان اسمها أليس وشغالة محققة في وزارة العدل اللي كانت بتقوم بدورها النجمة جوليا روبرتس. فضل مراقبها وعرف الأغنية اللي بتحب تسمعها وهي بتلعب رياضة. بعد كده بيروح لصديق ليه بياع جرايد اسمه فيليب، بياخد منه مجموعة كبيرة من الجرايد الجديدة والقديمة، وسأله عن المية اللي مغرقة الشوارع. قال له إن ماسورة المية الرئيسية اتكسرت وحولت محطة المترو لحمام سباحة. استغرب لأن مواسير المية عادة بتنفجر في الشتاء بسبب البرد والجليد. لما بيروح بيته بيلاقي عربية غريبة واقفة مكان ما بيركن عربيته. بعد ما بينزل من العربية بيقعد يتلفت يمين وشمال لأنه شك إن في حد مراقبه، وبيطلع من السطح وبعد كده بينزل على شقته. كان حاطط خلة سنان في عقب الباب زي الحاجات اللي بتعملها المخابرات، وبيقفل الباب بالسلاسل وكل حاجة، وبعد كده بيحط إزازة على مقبض الباب. كان قافل التلاجة وكل حاجة فيها أكله أو شربه بالقفل، والإقفال كان ليها باسورد. بعد كده بيقعد يحلل العناوين الرئيسية اللي في الأخبار واللي بيكون حاسس إن وراها مؤامرة، وبيبدأ يكتب نشرات على الإنترنت فيها تحليلاته عن كل الأحداث والأخبار وبيربطها بنظرية المؤامرة وبيبعتها لعدد محدود من الناس. بعد ما بيبعت النظريات بتاعته بيلبس ويتشيك علشان يروح يقابل أليس في مكتبها في وزارة العدل. كل الناس هناك كانوا يعرفوه لأنه كان بيزور أليس كتير، وكانوا مسميينه مهووس أليس. أليس كانت في اجتماع مع رئيسها ويلسون، كانت عاوزة تفتح قضية واحد اسمه والترز اتحكم فيها والمجرم بيقضي فترة عقوبته في السجن، لكن ويلسون قال لها انه ما يقدرش يعيد التحقيق في القضية الا لو في ادلة جديدة. وهي خارجة سمعت دوشة بره المكتب وعرفت ان جيري جه وعاوز يقابلها تاني، ولما سمعت ويلسون بيدي اوامره للامن انهم يطردوه بره خرجت ووافقت انها تقابله. كلمها ان في مؤامرة لاغتيال الرئيس وهو في زيارته لتركيا، وقال لها ايه اللي يودي الرئيس تركيا وهي بيحصل فيها زلازل مدمرة، وان سبب اغلب الزلازل اللي بتحصل انهم بيجربوا الاسلحة النووية. وشاف صورتها وهي راكبة الخيل، حاولت تتخلص منه بصنعة لطافة لانه بيصعب عليها. كانت كل تصرفاته ونظراته ليها بتدل على انه متيم بيها، لكن عمره ما صارحها بمشاعره. ولما طلب منها يخرجوا يتعشوا مع بعض رفضت. وهو ماشي بالتاكسي لقى ماسورة مية مكسورة وفي عملية اصلاح في الطريق، وحس ان في حاجة غريبة، وشاف اتنين لابسين بالطو طالعين من النفق بتاع المترو وركبوا عربية سودة عليها لوحات حكومية. استنى لما العربية عدت من جنبه وصورهم كالعادة ومشي وراهم لحد ما وصلوا لمبنى كبير ودخل وراهم. وهو بيشوف عناوين المبنى عرف انهم من المخابرات، وفي نفس الوقت الكاميرا صورت وشه وكان واضح انهم عارفينه وبيدوروا عليه. وهو خارج من المطعم هجموا عليه وخطفوه وركبوه العربية السوداء واختفوا. لما فاق كانوا رابطينه في كرسي بعجل وشدوا جفونه لفوق ببلاستر وضربوا الكشاف في وشه. الشخص اللي كان بيحقق معاه كان اسمه دكتور جوناس، وكان عارف جيري كويس لكن جيري ما كانش فاكره. اداله حقنة وبدأ يشوف هلاوس ورجع يشوف ومضات من ذكريات هو مش فاكرها. جوناس كان بيغطسه في حوض المية وبيستجوبوا عن الناس اللي اتكلم معاهم، وفجأة جيري عضه في مناخيره وضربه ووقعه على الأرض، وحاول يهرب وهو مربوط بالكرسي وتقريبا مش شايف حاجة. ولما لقى نفسه محاصر شاف السلم ونزل على السلم بالكرسي واتخلص من واحد منهم بالصدفة وخبط في التاني وخدوا السلم دحرجة لحد ما الكرسي اتكسر وقدر يهرب وخرج بره المبنى اللي فيه أبراج حمراء. وبنعرف إنها مستشفى للأمراض العقلية واسمها جيرانيمو. راح لأليس علشان يقول لها على اللي حصل له، ولما الأمن حاول يمنعه خطف من واحد منهم المسدس. أليس حاولت تهديه علشان ما يأذيش حد، ما كانش فاكر حاجة من اللي حصلت له غير إنه عض واحد من مناخيره ومش عارف المكان اللي كان فيه. لما هدي وسلم المسدس خلتهم يطلبوا له الإسعاف لأنه كان مصاب ونام على دراعها. لما راحت تزوره في المستشفى الممرضة كانت بتديله مهدئ في المحلول علشان ينام. كان معاه في الأوضة مجرم مصاب بعدة طعنات. قال لأليس ما تسيبوش في المستشفى لأنهم هيجوا ويخلصوا عليه بالليل، وترجاها تبدل لوحات البيانات اللي على سريره مع المريض التاني، وفضل يترجاها لحد ما نام.
تنام. روحت بيتها وعملت تمريناتها الرياضية كالعادة، والصبح راحت تزوره ولقت جثة واحد ميت خارجة من أوضة جيري. لما كشفت وشه لقيته المريض اللي كان معاه في الأوضة مات نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. ضابط الأمن قال لها إن في ناس عاوزينك من المباحث الفيدرالية والمخابرات. طلبت منه تدخل تطمن على جيري الأول. شكرها إنها بدلت لوحة البيانات. قالت له إنها ما بدلتش حاجة، بس كان واضح إنها بدأت تشك في إن كل كلام جيري حقيقي. قالت له إن المخابرات موجودة في المستشفى وهتروح تقابلهم. قال لها إنه لازم يهرب بس هيرجع يتصل بيها تاني. ما كانتش مصدقة إنه ممكن يهرب وهو متكلبش في السرير. ولما مشي يتلطخ وشه بأكل المستشفى. قابلت المحقق لاوري من المباحث الفيدرالية وقال لها إن جيري مطلوب في عدة سرقات، لكن مش عارفين المخابرات عاوزاه في إيه. ولما دخلت أوضة التشريح علشان تتعرف على جثة جيري حسب البيانات الموجودة على سريره، بيظهر دكتور جوناس وأليس بتشوف مناخيره المصابة. جيري بيتظاهر إنه عنده أزمة قلبية والدكاترة كلهم بيجروا عليه. وهم رايحين أوضة جيري أليس كانت بتبص على مناخير جوناس. قال لها إن الكلب اللي هو مربيه عضه بس للأسف هيموت النهاردة. في نفس الوقت جيري بيقدر يهرب من الأوضة بعد ما فك جزء من السرير، ولما بيشوف جوناس بيهرب منه ويلف ويرجع لأوضته تاني. أليس ما بتكونش مصدقة اللي بيحصل قدامها. الضابط بيوقفه لكن جيري بيضربه وبينزل من فتحة المغسلة وبيتعلق في الهواء من السرير اللي مربوط في ايده. أليس بتشوف الضابط اللي واقع على الأرض وبتعرف إن جيري جوه. بتقفل الباب وبتشوفه وهو متعلق. خدت مفاتيح الكلبش من الضابط وفكت الكلبشات ووقع من فتحة المغسلة. جوناس طلب منهم يقفلوا كل المخارج والمداخل وطلب من أليس إنها تفضل معاه. جيري لبس هدوم دكتور وخرج من باب المستشفى. جوناس سأل أليس عن جيري وليه دايما بيجي يزورها في مكتبها. قالت له إنها كانت هتتعرض لحادث سرقة في الشارع وجيري ظهر فجأة وأنقذها، ومن ساعتها وهما بيعرفوا بعض. دخلت أوضة جيري ولقت فيها كتاب دايما جيري بيحتفظ بيه. لاوري قال لها إن كل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم شهيرة كان معاهم نسخة من الكتاب ده، وشافوا سلسلة مفاتيح وكان فيها مفتاح لصندوق أمانات. المخابرات دخلت وأخدت منهم الكتاب والمفاتيح. أليس شافت جيري كاتب كلمة جيرانيمو على الدرج. لما خرجت من المبنى وركبت عربيتها اتفاجئت بجيري في الكرسي اللي ورا، وقال لها إنهم متراقبين وفي عربية بتراقبهم. ما كانتش مصدقاه كالعادة. وقفت بالعربية واتكلمت مع لاوري وعرض عليها تاني إنهم يتعاونوا مع بعض. راحوا بيت جيري ومعاه الجرايد القديمة كالعادة. كان بيخبي وشه من أي حد بيقابله. كان مخبي المفاتيح الاحتياطي في الشباك واداها دبوس هدية. وشافته وهو بيحط الإزازة على مقبض الباب ولاحظت إنه لازق ورق ألمونيوم على كل حيطان الشقة، واستغربت من الإقفال اللي حاططها على التلاجة والملفات الكتيرة اللي في شقته. ووراها المقالات اللي كان بيكتبها وكان بيبعتها ل5 من الناس اللي بيثق فيهم. قال لها إن أكيد واحدة من نظرياته دي هتتحقق وده اللي قلب عليه المخابرات. قالت له تقدر تثبت أي نظرية من بتوعك؟ قال لها مفيش مؤامرة نقدر نثبتها لأنها بتبقى معمولة ببراعة، ولو قدرنا نثبتها معنى كده ان اللي عملوها مجرد فشلة. وفجأة مقبض الباب اتحرك والإزازة وقعت. وبدأت المخابرات في الهجوم على شقة جيري. جيري أخد أليس للمكان اللي هيهربوا منه وبدأ يولع في البيت علشان يحرق كل محتويات الشقة وكل أوراقه والملفات اللي فيها. كان عامل مكان سري للهرب، ونزل بأليس الدور اللي تحت وشافته وهو راسم صورة كبيرة ليها وهي راكبة الحصان. لبس لبس رجل مطافي واخد أليس على كتفه وخرج بيها بره المبنى. وما قدرش جوناس يتعرف عليهم لما قابلوه. كان في منتهى البراعة وعامل حساب كل حاجة لدرجة ان أليس استغربت وكأنها بتشوفه لأول مرة. ورق الألمونيوم اللي كان حاطه على الحيطة حمل جدران من الحريق لكن حرق كل حاجة موجودة في الشقة. أليس خدت جيري وراحت بيتها. كان عاوز يفضل معاها علشان يحميها منهم. سألته عن اللوحة بتاعتها وازاي عرف انها كانت بتركب خيل، وشاف صورتها مع والدها وحاول يفتكر. كان قاضي واتقتل في ظروف غامضة، وأليس مش قادرة توصل للمجرم اللي قتله لحد دلوقتي. وعرفت انه كان بيراقبها طول الوقت وهي بتلعب رياضة. طردته من شقتها وقفلت الباب. لاوري كان واقف قدام بيت أليس بعربيته وبيراقبها. جيري جه من وراه وهدده انه يبعد عن أليس وما يأذيهاش والا هيقتله. راح المكتبة ودور على الكتاب، ولما لقاش اشترى نسخة منه. ولما الموظفة سجلته على السيستم المخابرات عرفت ان في نسخة من الكتاب اتباعت، وعرفت العنوان وبعتوا رجالتهم علشان تقبض على جيري. خرج من المكتبة واشترى أكل وحس إن في حاجة غريبة، وفجأة شاف قدامه الطيارة الهليكوبتر وبينزل منها قوات العمليات الخاصة، وعرف إنهم جايين علشانه. حاول يهرب لقاهم محوطينه من كل مكان وملقاش قدامه غير السينما. دخل علشان يستخبى فيها، ولما لقاهم دخلوا وراه صرخ وقال إن في قنبلة تحت الكرسي.
طبعا الناس كلها خرجت تجري من الباب وده اداله فرصة انه يهرب. أليس بتصحى من النوم وبتحس بحركة جوه شقتها، وعلشان تطمن حطت ازازة فوق مقبض الباب زي جيري. كان مراقبها وهي رايحة الشغل وشاف عربية المخابرات اللي بتراقبها. ويلسون رئيسها طلب منها ما تقابلش جيري لانه مطلوب القبض عليه، وانه جات له اوامر ان اي حاجة تعرفها عن جيري تبلغها لجوناس. جيري ربط عربية المخابرات بعربية اكل واقفة وراها. أليس اتصلت بواحد من الناس اللي جيري كان بيبعت لهم مقالاته عن نظرية المؤامرة، وعرفت انه اتقتل في حادث سيارة امبارح. بس جيري بعت لها بوكيه ورد وفي رسالة انها تخرج من المبنى وتركب اول اتوبيس يجي على المحطة. خرجت بسرعة ووقفت على المحطة والمخابرات مراقباها، ولما ركبت الاتوبيس عربية المخابرات مشيت وراها وجرت عربية الاكل معاها. الشرطة وقفت العربية وعطلتها. بعد كده جيري بيركب الاتوبيس مع أليس وهو بيضحك. قالت له ان الخمس مشتركين اللي كان بيبعت لهم النشرات بتاعته 4 منهم ماتوا امبارح في حوادث مختلفة، ما عدا واحد منهم اسمه هنري فينش لسه عايش. قال لها اكيد وكالات الامن كلها ورا اللي بيحصل، لان دايما في فريقين في وكالات الامن، فريق الاغنياء اللي دايما عاوز الاستقرار علشان تفضل الثروة في ايديهم، وفريق صناعة الاسلحة اللي مش عاوز استقرار علشان مبيعاتهم تزيد، والاتنين بينهم صراع دائم لكن احيانا بيبقوا مجموعة واحدة. وقال لها ان الاسبوع اللي فات اتخلصوا من واحد من اغنى اغنياء العالم. قال لها ده اللي قالوه، لكن الحقيقة انه مات غرقان هنا في محطة المترو. لما قالت له انها هتحقق في الموضوع اعترف لها انه بيحبها. من اول مرة عينيه وقعت عليها وهو مفتون بيها ومش شايف حد غيرها، وطلب منها الجواز لكن ردها صدمه، ورغم انها حاولت تعتذر له عن كلامها لكن ركب المترو ومشي. جالها اتصال من السكرتيرة بتاعتها ان البريد الوارد لهنري فينش بيتحول لمكتبه في مبنى التحقيقات الفيدرالي. راحت نفس المبنى اللي دخلوا جيري قبل كده وسألت عن هنري فينش. كان مبنى ضخم جدا وفيه عدد كبير من المكاتب والموظفين، ولما وصلتها المكتب هنري فينش اتفاجئت ان هو نفسه جوناس. طلبت منه يقول لها على الحقيقة وليه بيدور على جيري. جوناس قال لها انه كان مسؤول عن برنامج تبع المخابرات المركزية للتحكم بالعقول، كانوا بياخدوا ناس عاديين وبيحولوهم لقتلة محترفين. كان برنامج حكومي واتقفل من سنين طويلة. واتصدمت لما قال لها ان جيري قتل ناس كتير قبل كده، وطلع لها صورتها مع والدها. قالت له ان الصورة دي كانت دايما في محفظة والدها، لكن لما مات اختفت من المحفظة. قال لها الصورة دي لقيناها في صندوق الامانات بتاع جيري. بعد ما قتل والدك شاف صورتك وبقى مهووس بيكي، وهو اللي أجر 2 يحاولوا يسرقوكي علشان يتعرف عليكي. اتصدمت من اللي سمعته من جوناس وصدقت كل كلامه. تاني يوم جيري كان بيراقبها كالعادة وبعت لها بيتزا على مكتبها في وزارة العدل. جوناس أخد البيتزا وفتحها ولقى جواها رسالة بعتها جيري لأليس بيطلب انه يقابلها علشان يتكلموا في موضوع مهم. جوناس طلب منها تساعدهم علشان يعرفوا المعلومات اللي عند جيري. ويلسون رئيسها في الشغل كان رافض انها تتورط في الموضوع ده، لكن أليس وافقت. خرجت أليس وقابلت جيري وكانوا حاطين أجهزة تتبع في علبة البيتزا، وجوناس كان وراهم بالعربية. اعتذر لها عن الكلام اللي قاله لها وقال لها انه جواه كلام كتير وذكريات بيحاول يفتكرها، وهياخدها للمكان اللي بدأت فيه كل الحكاية. دخلوا في مكان الجسر فيه متغطي والهليكوبتر مش قادرة تحدد مكانهم، وفجأة بيقف جيري بالعربية في نص الكوبري وبيعدل الناحية التانية هو وأليس. بيكون راكن عربية على رصيف الكوبري كأنها عطلانة، لكن بيركب عربيته بسرعة وبيمشي من الطريق التاني. ولما بيوصلوا لعربية جيري بيلاقوه اختفى، وبيفقد جوناس ورجالته أجهزة التتبع، وهي معاه في العربية اتصلت بالمكتب بتاعها علشان جوناس يعرف مكانهم. أول مرة الموظفة قفلت السكة لما محدش رد، لكن اتصلت مرة تانية والمرة دي جوناس أخد السماعة وتتبع المكالمة. جيري أخدها لاسطبل الخيل بتاع والدها، وهو نفس المكان اللي مات فيه. كان بيحاول يفتكر كل اللي حصل. أليس هجمت عليه وضربته واتهمته إن هو اللي قتل والدها. جيري اعترف لها إنه فعلا راح المحكمة أثناء جلسة والترز علشان يقتل والدها، لكن لما شافها ما قدرش يدوس على الزنات لأنه وقع في غرامها. لكنه كان عارف إن جوناس هيبعت واحد تاني علشان يقتل والدها، وعلشان كده قررت إني أراقبه وأحميه. وتعرف على والدها وقال له على كل حاجة وبقوا أصدقاء، وقال لها إن والدها كان أحسن واحد بيعمل قهوة. لكن يومها لما وصل هنا كان الوقت اتأخر، ووالدها كان بالفعل اتضرب بالنار. وهو في النفس الأخير طلع صورتك من المحفظة وكان قلقان عليكي، لكني وعدته إني أحميكي لآخر يوم من حياتي، وخليت صورتك معايا ومن ساعتها وأنا بحميكي. قال لها إن جوناس كان عاوز يقتل والدك لأنه قرر إنه يفتح قضية والترز تاني،
تاني لأنه حس إنه بريء وما صدقش الملف اللي الحكومة قدمته. أليس صدقته لأن فعلا والدها كان أحسن واحد بيعمل قهوة، ولأنه قال لها على حاجات محدش يعرفها غيرها هي ووالدها. وفجأة المخابرات بتوصل وبتحاصر المكان وبتقبض على جيري، وبتحاول أليس تساعده لكن بيركبوه الطيارة مع جوناس، وبعد ما الطيارة بتطلع بيقتلوا ويلسون. أليس بتهرب من الشخص اللي كان ماسكها قبل ما يقتلوها هي كمان. بيطاردوها في لقطة مؤثرة جدا، وجيري باصص عليها من الطيارة وهو متكتف ومش قادر يكون جنبها ويحميها كالعادة، لكن أليس بتقدر تهرب منهم. ودوا جيري مستشفى جيرونيمو اللي فيها الأبراج الحمراء، واداله جوناس حقنة تانية علشان يمسحوا كل اللي موجود في دماغه، وقال له إن أليس ماتت ولما يفوق هيقنعه إن هو اللي قتلها بنفسه. أليس اتصلت بالضابط لاوري وراحوا المبنى اللي فيه مكتب جوناس. لقوا الدور كله فاضي ومهجور ومفيش أي أثر للمكاتب اللي كانت موجودة. قال لها إنهم فضلوا يراقبوا جيري لأنه الطعم اللي هيصطادوا بيه جوناس علشان يعرفوا أسامي القتلة اللي دربهم وبيشتغلوا لحساب مين. راحت شقته وشافت صورة جيري رسمها للمستشفى، كانت مستشفى للأمراض العقلية. دخلت من الباب الخلفي وعرفت إن اسم المستشفى هو جيرونيمو، الاسم اللي كان دايما جيري بيردده كدليل على الحب، وكأنه كان شايف الأحداث اللي هتحصل. وسمعت في الأخبار إن الرئيس نجي من زلزال كبير ضرب تركيا أثناء زيارته، وعرفت إن نظرية جيري كانت صح. قابلت ممرض وادت له فلوس علشان يساعدها في البحث عن جيري. وهي ماشية في الممر سمعت صوت جيري وهو بيغني الأغنية اللي أليس بتحب تسمعها. صوته كان جاي من فتحة التهوية. وصف لها المكان اللي هو فيه، وعرفت إنه في آخر دورين في المبنى لكنهم مقفولين من سنين طويلة. كسرت القفل وطلعت الدور اللي فيه جيري، وطلبت من الممرض إنه يتصل بالمحقق لاوري ويبلغه عن مكانها. جيري قعد يعمل دوشة علشان أليس تعرف مكانه. أليس ضربت الشخص اللي بيحرس جيري وأخدت منه المسدس. وبيوصل لاوري ومعاه فيليب بياع الجرايد اللي كان قاعد على كرسي بعجل في أول الفيلم، كان من المخابرات ومسؤول عن مراقبة جيري. وبيشتبك لاوري مع رجالة جوناس وبيسيبوه لوحده مع جيري وأليس. ولما جوناس بيعترف لأليس إن هو اللي قتل والدها بتهجم عليه لكنه بيضربها وبتقع على الأرض. جيري بيهجم على جوناس وبيغطسه في حوض المية علشان يخلص كل اللي عمله فيه، لكن جوناس بيسحب المسدس من رجله وبيضرب جيري بالنار 4 رصاصات. وبتظهر أليس فجأة وبتضرب جوناس بالنار وبتقتله، وبتطلع جيري من حوض المية وهو مصاب بشدة. كان بيكلمها عن مشاعره وحبه ليها وهو بيغيب عن الدنيا. أليس أخيرا اعترفت له إنها هي كمان بتحبه، وغاب عن الوعي. نقلوه بالإسعاف الطاير لكن إصابته كانت قاتلة. وبعد فترة راحت أليس تزور قبر والدها أخيرا بعد ما أخدت بطاره، وراحت عند قبر جيري وبكت بحرقة، وحطت على قبره الدبوس اللي كانت دهولها. وراحت اسطبل الخيل وسلمت على الحصان بتاعها، ورجعت تركب خيل من تاني واستردت حياتها من جديد. وكانت في عربية سودة ماشية جنبها، ولما الإزاز بينزل بيظهر جيري وهو باصص عليها وبيراقبها كالعادة. كانوا عاملين حيلة وكدبة إنه مات علشان أليس تبقى في أمان وبعيد عن أي خطر. جيري وعد لاوري وفيليب إن هيقول لهم على أي حاجة يفتكرها بخصوص جوناس، وهيفضل بعيد عن أليس علشان مصلحتها. وهي بتطبطب على الحصان لقت الدبوس بتاع جيري، وعرفت إنه لسه عايش وبيراقبها. وفضل يغني الأغنية اللي أليس بتحب تسمعها، الأغنية اللي كلماتها بتوصف حبه ومشاعره ليها. لو الفيلم عجبك ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.